تعالوا نعمل المكرونة القمر ديت اللي اتشهرت بيها في بيت العيلة، وسر لون الصلصة الخطير. بس الأول كده نصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام ونذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. عاملة لكم بقى شوية مكرونة كده، حاجة عسل 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 بجد كده، حاجة ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. تعالوا كده شوفوا المكرونة بتاعتنا وتشوفوا طريقتي فيها عملتها ازاي، وهقول لكم برضو على التسوية بتاعتها وازاي تكون بتلمع معاكي كده ولونها كده تحفة. معايا بقى حلة كده على النار، نزلت فيها كده بشوية من الزيت، وطبعا الزيت هو سر لمعة المكرونة وبيخليها كده مفرفرة مش ماسكة في بعضها ولا حاجة. ونزلت كده ببصلاية مقطعة، ولا هي كبيرة ولا هي صغيرة، متوسطة، وتكون كده مقطعة يعني ولا كبير برضو ولا صغير، ورشة كده من الملح عشان يبقى لون البصلة متوحد، ما تبقاش فيها حتة غامقة وحتة فاتحة. وكده البصلة تكون حمرة معاكي، حمرة مش محروقة، لا حمرة كده وحلوة. وبعد كده ما خدت اللون الاحمر نزلت كده بقرن فلفل سبايسي ومعلقه من الصلصه المعلبه. وسر لون الصلصه بتاعنا الخطير هو لون البصله الاحمر ومعلقه الصلصه المعلبه. صلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. ومعايا كده 4 طماطمات كده بشرتهم بالمبشره من غير طبعا اضافه اي ميه، وحطيتها كده على التسبيكه بتاعتنا لحد ايه ما تتسبك، وغطيت عليها. في الوقت ده انا حاطه ميه سلق المكرونه تغلي. صلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. طبعا هنا بعد كده التسبيكه ما اتسبكت، تعالوا كده نحط التوابل بتاعتنا ونشوف هنحطه ايه. انا هحط فلفل اسمر، ومعايا فص من الثوم مقطعاه شرايح، وبرده لو مش عايزه تضيفيه حسب راحتك، ومعلقه من هريسه الشطه عشان احنا بنحبها سبايسي شويه. ومعايا كمان توابل التسبيكة من ماجي، بتدي كده للمكرونة نكهة جميلة وطعم كده مميز. وطبعا تظبطي الملح بتاعك، ولا تقللي ولا ايه تزودي، عشان الجو حر يعني منشربوش مية كتير. صلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. انا بهرت التسبيكة وطفيت عليها النار لحد كده مسلق المكرونة. هنا بقى هنسلق المكرونة بتاعتنا 3/4 تسوية، وبحب كده اشطف المكرونة بتاعتي من النشا علشان لو بات منها طبق ولا حاجة ما تبقاش كده المكرونة ماسكة في بعضها ومعجنة. ضروري وحتما انا متعودة ان انا ايه اشطف المكرونة بتاعتي. بعد كده ما شطفتها وسبتها لما تصفي كل المية اللي فيها، نزلت كده على التسبيكة بتاعتنا، وكده هنقلب بقى المكرونة وهتاكلي احلى طبق مكرونة. صلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. بجد طريقة جميلة وهتعجبك ومش هتبطلي تعمليها. تتاكل بقى مع اي حاجة، ان شاء الله بمخلل او بانيه او كبدة او فراخ او اي حاجة او بيض، بيض مسلوق طبعا وبطاطس محمرة، يعني كل واحد حسب امكانياته. والله انا في اليوم ده كلناها ببدنجان مخلل، كنت لسه مخللاه يوميها بالليل. هنا بقى هنقدم كده المكرونة بتاعتنا، وشايفين لونها وجماله وطعمتها، بجد مكرونة طعمة. طبق مكرونة كده يستاهل بقكم، حاجة كده عظمة وحاجة كده بسم الله ما شاء الله. يا رب كده الوصفة بتاعتي تعجبكم، جربوها يا حبايبي وان شاء الله تعجبكم وتنال رضاكم. طبق مكرونة كده ينفع كده للمصايف وتنفع للرحلات، تاخديها كده في علب مع طبعا المعالق بقى اللي هي الجاهزة دي البلاستيك. كل واحد طبقه كده عليه قطعة من البانيه او قطعة فرخة مشوية، بجد بتأدي يعني بتأدي الغرض. وبدل ما تشتري بقى الاكل الجاهز بيبقى غالي طبعا في الوقت المصيف والرحلات، عمايل ايديكي ونظافة، بجد كده حاجة كده روعة. هنا بقى بقولك شوفي المكرونة مفرفرة ازاي، ولا حباية لازقة في التانية. يا رب اكون افدتكم ولو بمعلومة، اشوفكم على خير.